يا مساء الخير على أحلى حبايب في الدنيا وأحلى اخوات، يلا مع بعض نستعد لرمضان ونعمل سمنة اللي هنطبخ بيها أكل رمضان. هنعمل سمنة صحية، شوفوا ما بتدهننش في الإيد ولا أي حاجة، ودليل إنها صحية. لما تلاقوا السمنة كده عملت زي التزييق في الإيد أو جليطة تبقى السمنة بتاعتكم دي مغشوشة. لكن لو سمنتكم حلوة خلاص، السمنة دي من غير لا وش لبن ولا قشطة ولا لبن ولا زبدة ولا أي حاجة خالص. هقول لكم الفكرة لأن أنا حبيت أشارككم بيها عشان الناس تستفاد وتاكل أكل صحي، خصوصًا إن السمنات المهدرجة مالية السوق وكتير، وبتأدي للكوليسترول وأمراض القلب والشرايين والحاجات دي، وعافانا الله وعافاكم. فإحنا نخلّينا في الأكل الصحي. رُحت للجزار كنت باشتري لحمة، وأنا واقفة كده جات في بالي فكرة السمنة دي، قُلت له: "لو سمحت عايزة دهن من اللي بيتسيّح." الدهنة اللي بتتسيّح قال لي تقريبًا اسمها دوش، الدهنة دي موجودة في البطن، مش بتتقطع، يعني ما فيش جزار يقول لِك أيوه عندي وينضّف لِك الدبيحة اللي عنده، لأ، الدهنة دي بتبقى قطعة دهن تقريبًا موجودة في البطن حوالين الفِشّة والحاجات دي تقريبًا يعني، بس هو قال لي الدهن ده في البطن وأغلبيتهم بياخدوهم ليهم، هو قال لي إحنا بناخده، بنطبخ بيه لإن دهون صحية خالية من الكوليسترول أحلى من الدهون المشبعة. طيب موجودة فين تاني عشان الناس اللي هتقول لك الجزار ومش هيدّينا، موجودة في فتح الله أنا شُفتها تقريبًا في حدود 65، 70 جنيه، بس حسب ما أنتِ تروحي بقى وتلاقي. خلاص، يعني حاولي روحي وصّي كده وروحي مرّة الصبح ومرّة الضهر هتلاقي. جبتها جمّدتها في التلاجة، دول حوالي ربع كيلو كده أو تِلت كيلو، مش كتير خالص، هي اللي خفيفة وبتهش كده. جمدتها في التلاجة عشان أعملها الحركة دي، نعّمتها خالص أو تخلّي الجزار يفرمها لِك، بس هي حتّة صغيّرة مش مستاهلة يعني، فجمدتها وقعدت أعملها بالمخرطة كده في دقيقتين اتفرمت، وهاقول لكم ليه، عشان كل ما هتنعّميها كل ما هتبقى زي الفل معاكِ. رفعتها في حلة على النار، ودي حلة سلستين، ويا ريت لو عندِك ألمونيا أو تيفال يكون أفضل، أنا غلطت غلطة وهاقول لكم عليها دلوقتي. خلاص هُم دول جايين في ربع الحلة كده، ودي حلة صغيّرة لإنّهم كمية صغيّرة، أول ما حطيتها على النار عشان أنا فارماها كويس ودي الدهنة الصح اللي بتسيح، بدأت تسيح كده وتسلى كده دهنها. شايفين عملت إزاي؟ بدأت تسيح أهيّة وتبقى ناعمة كده وتبقى يعني تطلّع دهنها خالص يعني. حطيتها بقى على نار هادية مع التقليب المستمر وبدأت تطلّع كمية السمنة. أنا بقى عايزة أدّيها ريحة السمنة البلدي وطعم السمنة البلدي، هانزل على كل كيلو من الدهن بكوباية لبن ومعلقتين قشطة. خلاص؟ أو ممكن تحطّي على الكمية كلّها كوباية أو كوبايتين قشطة، يبقى أنتِ عملتِ أحلى شوية سمنة بلدي في الدنيا. خلاص بدأت أحطّها كده على النار، فكِّت معايا أهيّة وتمام وبتسيح، أول ما تبدأ بقى تسيح وأحس إن الدهن مش هيطلّع أزيد من الكمية دي، هانزل بنُص كوباية لبن، لإن دول قُلت اعتبرتهم نُص كيلو. أنا للأسف حطّيت وهي سخنة وهي على النار هادية، ونسيت إن درجة حرارة الحلة دي بتتفاعل أكتر من الحلل العادية، فبدأت طرطشت وغرّقت الكاميرا، فصلت المقطع ده لإن الدنيا كانت اتبهدلت. نضّفت الدنيا ورجعت تاني، ودي معلقة قشطة أنا باجمّدها في الفريزر كده باحتفظ بيها. بدأت السمنة لمّا حطيت اللبن والقشطة اتعكّرت، لأ هترجع تاني، بس هتتحوّل بقى اللبن والقشطة يتحوّلوا لمُرتة ويتبخّروا ويتحوّلوا لمُرتة على نار هادية وتقلّبي، الدهنة غمقِت أهيّة. ممكن بقى دلوقتي كده إحنا كده تمام، مش هاغمّق أزيد من كده لإن الحلة بتاخد كمان تسوية. هنا عملت خِدع عشان هاحُط في علبة بلاستيك، جِبت مَيّة ساقعة وحطيت علبة وحطيت مَصفى عشان يعني أطلّع أي حِتَت فيها، وعملت المعلقة ودي علشان ما توقّعش منِّك المصفى، ودي فكرة حلوة جدًا لو بتصفّي حاجة. بدأت أصفّي الكمية كلّها، والدهن ده ممكن تحتفظي بيه تحطّيه في المحشي أو تحطّيه في الأكل، بس أنا حقيقي بقى كده هاتخلّص منّه يعني، أنا عن نَفْسي هاتخلّص منّه. حطّيتها بقى كده وجمّدتها وبألف هنا وشفا، عندِك أحلى شوية سمنة بلدي. طب